لو غالية عليك خزنها في البيت. وطبعا النهاردة هنتكلم عن البامية اللي طعمها مش بيتكرر وفوائدها كتير جدا، واللي طرق طبخها كتيرة جدا. يعني تحطها في طواجن ماشي، هتطبخها لوحدها ما يضرش، ويا سلام بقى جنب رز ولحمة. لكن في مشكلة، البامية بتغلى فجأة وساعتها تندموا انكم ما خزنتوهاش من بدري. المشكلة الاكبر ان في ناس بتخزنها غلط فبتسود منهم وتلزق وتبوظ. علشان كده في الفيديو ده هقولك على الطريقة الصح لتخزين البامية من غير ما يتغير طعمها ولا تسود معاك. فصلوا على النبي كده واعملوا لنا لايك واشتركوا في القناة، ويلا بينا اقول لكم الطريقة. تكملة لسلسلة لو غالية عليك خزنها في البيت، قررنا النهاردة ان احنا نخزن البامية. خلينا بس في البداية كده اقولك ان البامية ليها قيمة غذائية عالية جدا. يعني هتلاقيها غنية بالالياف، فيها فيتامينات مهمة جدا زي فيتامين كي وفيتامين سي، ومليانة مضادات اكسدة، وكمان بتقوي المناعة وبتساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم. غير كده كمان ليها قيمة اقتصادية كبيرة جدا، وده لان مصر بتصدر منها كميات كبيرة جدا، لكن طبعا مش بنفس درجة الطماطم المجففة اللي اتكلمنا عليها قبل كده. تعالوا كده اقول لكم طريقة الحفظ المثالية خطوة بخطوة. اول مرحلة معانا وهي مرحلة الفرز. مهم جدا نتأكد ان البامية ما فيهاش اي عيوب، يعني ما فيهاش اصابات حشرية ولا اعفان، اي حاجة شكلها مش طبيعي هنشيلها. تاني مرحلة معانا مرحلة الغسيل، لكن هنا مرحلة الغسيل ما اتصورتش، ولو انتم متابعينا ليكم فترة فهتعرفوا ان اهم مرحلة معانا بتبقى مرحلة الغسيل، لاننا ما نعرفش الخضار اترش عليه ايه ولا عدى على كام واحد قبلنا. ندخل بقى على تالت مرحلة معانا وهي مرحلة التجهيز، زي الفيديو كده بالظبط، وهتبتدي انك تقمع البامية. وانا بجهز معاكم البامية كده خلينا اشرح لكم الفرق بين انواع البامية، علشان وانتوا بتشتروها تعرفوا الفرق بين الانواع. في البامية نوعين رئيسيين، البامية الحمراء والبامية الخضراء. في تصنيف تاني كده حسب الحجم. اكيد في مرة من المرات كده سمعتوا عن حاجة اسمها البامية الويكا. خلي بالك معايا وهفهمك. البامية بتتقسم ل5 مقاسات. اول نوع معانا بتكون الاكسترا، وبيكون حجمها اقل من 2.5 سنتي، ودي بتكون اغلى نوع فيهم. تاني نوع معانا بيكون الزيرو، ومقاسها من 2.5 ل 3.5 سنتي، سعرها اقل شوية من الاكسترا. تالت حاجة الممتازة، ومقاسها من 3.5 ل 4.5 سنتي. رابع حاجة الخضرة، ومقاسها من 4.5 ل 5.5 سنتي. خامس واخر حاجة معانا البامية الويكا، ودي بتكون اكبرهم لان مقاسها بيكون اكبر من 5.5 سنتي، وطبعا دي بتكون ارخصهم لان طعمها مش احسن حاجة. يبقى كده عرفنا ان في نوعين رئيسيين، بامية خضرة وبامية حمراء، و5 انواع تانيين على حسب المقاس، الاكسترا والزيرو والممتازة والخضرة والويكا. فصلوا على النبي كده لو لسه ما صليتوش على النبي، دي اهم حاجة في الفيديو. واعملوا لنا لايك لانكم مقصرين في حق اللايك شوية، واشتركوا في القناة. ولو عندكم اي استفسار بخصوص الاغذية اكتبوا لنا في الكومنتات وهنرد عليكم. وهنا نكون خلصنا المرحلة دي. تعالى بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة السلق على نار متوسطة، وهتنزل بالبامية وتسيبها تغلي حوالي 3 دقايق. وطبعا لو سلقتها اكتر من 3 دقايق ممكن تتهري، ولو اقل من كده هتغمق منك. والاهم من مرحلة السلق انك تجهز مية ساقعة وتنزل في البامية اول ما تغلي على طول بفوطة مطبخ او مناديل مطبخ، وهنبتدي ان احنا ننشف البامية. وطبعا لان هيفضل فيها مية هنرصها على طبق وندخلها الفريزر قبل التعبئة. كيسك محكم الغلق، وكده يبقى خزنا البامية بطريقة سليمة 100%. ولو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي واشتركوا في القناة واعملوا لايك للفيديو. انا المهندس كريم رجب، بحبكم جدا، سلام.